السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعة وإثارة في الدوري المصري اليوم بأربع مباريات. الكراسي الموسيقية في الأربع فرق الأوائل. النادي الأهلي كان اعتل القمة امبارح بعد فوزه على سموحة، ولكن طبعا سيراميكا عنده ماتش النهارده، كان بيلعب النهارده، والزمالك بيلعب النهارده، وبيراميدز بيلعب النهارده، الثلاث فرق اللي بينافسوا النادي الأهلي. النادي الزمالك كان بيلاعب زد، هدف عن طريق بيتزيرا في اول مباراه في الدقيقه 22، ويطلع الشوط الاولاني 1-0 للنادي الزمالك، وينزل الشوط الثاني يحاول يعوض فريق زد، ولكن النادي الزمالك ضيع اكتر من فرصه للدباغ وفرصه لبيتزيرا في العارضه، حتى الدقيقه 74 لما يقدر رأفت خليل يحرز هدف التعادل لزد. تخلص كده يعمل تغييره. يمكن عبد الله السعيد كان غضبان لما اتغير، نزل احمد ربيع ديفندر يقدر في الدقيقه 82 يحرز هدف من بليسنج ببطن رجله في العارضه وجوه، يخطف ثلاث نقاط للنادي الزمالك يخلوه يعتلي القمه ب 37 نقطه. والمحله وبيراميدز كانت مباراه قويه. بيراميدز تقدم بهدف عن طريق ناصر ماهر، ثم في الدقيقة 28 يقدر يعوض نادي المحلة ويتعادل، ومصطفى فتحي يحرز هدف في الدقيقة 43 عشان يبقى 2-1 ويخلص الشوط الأولاني وينزل الشوط الثاني. المحلة يحاول يعوض، ولكن هدف ثالث لبيراميدز يقتل المباراة علشان يوصل للنقطة 37 مع النادي الزمالك. الإسماعيلي وسيراميكا اللي لو كان فاز سيراميكا كان بقى 38 وكان بقى على صدارة الدوري، وفخر لقاي يحرز هدف في الدقيقة 3 وينتهي الشوط الأول. ينزل سيراميكا ماشي المباراة زي ما هو عايز و... و... وخلاص، أنا كده مبسوط، أنا كده مرتاح، هخرج بالثلاث نقاط وهبقى على صدارة الدوري. ولكن الدراويش يضحك عليه بهدف عبد الكريم مصطفى من ضربة جزاء في الدقيقة 93 علشان يعطل سيراميكا ويخليه 36 نقطة، بدل ما كان هيبقى مركز أول بقى مركز ثالث مع هو والنادي الأهلي 36 و36. وحرس الحدود حرس الحدود خطف إنبي بهدف رؤى في الدقيقة 37، يخلي شكله كويس في الجدول، بدل 17 نقطة يبقى 20 نقطة، والدوري ولع، فاضل مباراتين لناس وثلاثة لناس، فرق ليها مباراتين وفرق ليها ثلاث مباريات، الدوري ولع. بإذن الله في مباريات بكرة نشوفهم ونتكلم عنها مع حضراتكم. ألف مبروك لنادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله.